السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. كل مسابقة جمعية طه وانتم طيبين. الصالون بتاع جمعية طه ان شاء الله كده يوم 22، والسنة دي احنا عاملين حاجة كده حلوة يوم 22 طبعا في سيتي ستار. عندنا فرق، عندنا حاجتين، عندنا مسابقة الصالون اللي هي بالأسبك اللي هي بالجيلاتين، وعندنا الإيدابل بوفيه. الإيدابل بوفيه في 3 فرق بس مشتركين، فبالتالي مش محتاج فيه شرح لأن الناس تقريبا اللي داخلة فيه عارفة شروطه. خلينا في اللي هو الصالون بتاعنا اللي فيه معظم الناس هيشتركوا فيه ان شاء الله. طيب، كل سنه احنا بنتكلم وبنقول خلي بالكم من الاخطاء اللي بتحصل فيه، وبرضه في ناس بتغلط فيها. فانا جمعت لكم كده يعني تقريبا اكتر 16 حاجه الناس بتقع فيها. هديها لكم كده مبسطه يعني في صوره 1 2 3 4 عشان تخلي بالكم منها. ليه؟ اعتبر اللي راح يشترك في المسابقه اكنه راح الامتحان. فانا بدي لك البرشامه بتاعه المذاكره اللي انت تروح تذاكرها وتخلي بالك منها قبل ما تروح الامتحان. فيا رب تكون مفيده، ويا رب كده اكون قدرت ان انا اساعدكم في اي حاجه كده عشان خاطر ربنا يكرمكم وكلكم تكسبوا وتاخدوا احسن الميداليات باذن الله. كويس. طيب خلينا اول حاجه قرايه التعليمات. لازم نقرا الرولز كويس جدا والتعليمات. انا هشترك في الكاتيجوري ده يبقى لازم اعرف مطلوب مني ايه بالظبط فيه، 3 اطباق ولا 4، ولو مش عارف اسال طب انا هعمل الستارتر الاول، طب المين كورس، طب الحلو لو سيت منيو. يعني اعرف الرولز كويس قوي بتاعت كل طبق انا هشترك فيه. دي رقم 1. تقراه مره واثنين وثلاثه انجليزي وعربي، ولو في حاجه مش فاهمها مش متاكد منها اتصل اسال الجمعيه هيقولوا لك بالظبط هي ايه. رقم 2 البورشن سايز، الوزن بتاع الطبق دايما بتحطوا احجام كبيره، لا الاوزان بتبقى هاف بورشن. المسابقه بتاعت الاسبك بتبقى هاف بورشن. يعني ايه هاف بورشن؟ يعني انت بتطلع في الطبق الكورس بتاع المطعم عندك 220 ولا 240 جرام، انت بتشتغل على النص على طول. يعني الطبق الافريج بتاعه ممكن يبقى لغايه 150 مقبول، اكتر من 150 بتبقى الدنيا ما شاء الله يعني ما تنفعش. زائد ان احنا لازم نستخدم طبق ابيض او اوف وايت، يا ابيض واوف وايت. ليه ابيض واوف وايت؟ عشان خاطر الالوان اللي انت بتحطها في الطبق تظهر. بلاش طبق اسود، بلاش طبق ملون، بلاش طبق ازاز، بلاش اي رخام، مفيش. يعني خليك في طبق ابيض. الابيض بيعمل ريفلكشن او بيعمل العكس لكل الالوان اللي انت حطيتها فين في الطبق بتاعك، فيظهر لك الحاجه كويسه قوي. طيب رقم 3 الالوان بقى بالنسبه للاكل نفسه. لو هتعمل المسابقه مفيش حاجه فيها اقل من 3 اطباق. لو هنعمل 3 اطباق لازم نخلي بالنا للالوان. يعني ايه؟ يعني لو انا هستخدم هنا صوص احمر يبقى هنا مثلا يبقى اصفر، هنا يبقى بني. لو هعمل القطعه المين كورس بتاعتي هنا مغلفه مثلا بكفر احمر، او مديها مثلا حاجه لونها اخضر. يعني لازم يبقى فيه 3 الوان منفصلين بكل الشكل من ال3 اطباق، ما يبقاش كله نفس الالوان عشان يبقى انت كده عامل تنوع في الاطباق. بعد كده الواقعيه، ودي مهمه جدا. يعني لازم انت تعمل حاجه ما تشتغلنيش. انت طباخ وانا حكم، طب ما الحكم ايه؟ ما الحكم طباخ برضه. فانت طباخ وانا طباخ، فطالما احنا 2 طباخين ما تشتغلنيش. يعني ما تجيش تحط لي حاجه عشان اعملها بالاسبك وهي في الثلاجه خلاص، والمفروض ان هي تطلع سخنه وتحطها لي بالشكل ده. يعني ما تجيش تروح مثلا موقف بدنجانيه على سيفها لازقها بالجيلاتينه خلاص وتقول لي ده طبق من كرسي المفروض ده تطلع سخن. طب انت هتجربها كده؟ هينفع تقف سخنه؟ لا مش هينفع. يبقى في الحاله دي الطبق ده غلط، يبقى البرزنتيشن بتاعته غلط. يبقى لازم تعمل حاجه واقعيه تنفع انها تتقدم بدون اي مشاكل. العمليه والحداثه يعني ايه؟ لازم تكون عملي وبراكتيكال. يعني الطبق اللي تقدمه ينفع يتقدم في مطعم ازر كارت. يعني انا ينفع الطبق ده اخده منك واشتغل بيه في اي مطعم على كارت. طب يعني ايه؟ يعني ما اجيش مثلا ارص 3 حيات اعمل هرم قد كده اهو، ولا احط حته اللحمه على سيفها. واخد بالك؟ اول ما امسك الطبق الولد الويتر يمسك الطبق، خباك انا اف بيه دلوقتي ها زي تشيف، اجي بقى ماسك الطبق وماشي بيه تمام، اتمرجح بيه يروح واقع يبوظ لك كل الدنيا. ما اقعدش بقى اجيب صوص افضل انقط بقى 13 نقطه تمام، ومش عارف ودي حمراء ودي خضراء ودي صفراء، وفي الاخر خالص مطلوب منك تعمل من ده 52. فهتعمل 50 طبق ازاي وانت تقعد بقى تعمل الحاجات الصعبه دي؟ فلازم تكون عملي، يعني يكون في براكتيكال في الطبق، ما تقفرهاش يعني. طيب بعد كده اللي هي الابتكار. طيب ما ينفعش ان انا اروح بطبق اخد فيه ميكس جريل، ولا احط فيه فراخ جريل كده وشويه بطاطس وكده الموضوع خلص. ابتكار يعني تكون كرييتيف. خلي بالكم شيفز يعني مبتكر.
الشيف اللي مش مبتكر، اللي ما بيعرفش يبقى مبتكر، تمام، ما بيبقاش غير طباخ. زائد انت رايح المسابقه عشان تتنافس مع زمايلك، فبالتالي زمايلك هتلاقيهم بيعملوا احسن حاجه عندهم وحاجات جديده ومبتكره، فلازم انت تنافس في حته اللي هو الابتكار. بعد كده الجيلاتين الازبك يا اخوانا، اللي بيبوظ الشغل كله عدم درايتك بالجيلاتينه، نوعها، الريسبي بتاعها قد ايه، درجه الحراره اللي بستخدمها قد ايه، بعمل كام وش للازبك. كل القصه بتاعت الجيلاتين خشوا على القناه بتاعتي في اليوتيوب. انا ما بعملش ماركتنج للقناه بتاعتي، انا عملتها السنه اللي فاتت وهي ما بتتغيرش، هي ثابته. خش على الفيديو عندي في اليوتيوب هتلاقي مكتوب كده طريقه عمل الجيلاتين، طريقه استخدام الجيلاتين، هتلاقي فيها كل التفاصيل، كم جرام على كم ميه على قد ايه وقت على كم سكر، كل التفاصيل في الفيديوهات اللي انا عاملها قبل كده. لو انتوا حابين تسالوا على الجيلاتين مش هتكلم فيها لان هي ليها تفصيله انا عاملها قبل كده. المواعيد والالتزام لازم تكون قبل ميعاد المسابقه مينيمم بساعتين بحاجتك عشان ما تقعدش تجري وتفنش طبقك، والطبق يكون بيلمع ونضيف، تاخد معاك خل، تاخد معاك فرشه، تاخد معاك اسبك عشان خاطر حبيت تلمع حاجه، معاك منديل، معاك اللي هو الخل الابيض عشان تمسح الطبق ما يكونش متبصم. فكل الكلام ده بيتم قبل المسابقه ما تفتح، يعني قبل التحكيم ما يفتح. ده بياخد منك بريبريشن تايم مينيمم كده حوالي بتاع نص ساعه، ساعه الا ربع. فلازم انت تكون على ما توصل والطريق تعمل حسابك ان انت تدي حسابك للطريق، بالذات في القاهره بتبقى الدنيا زحمه، تنقل حاجتك في تبريد، ايس بوكس، في ثلاجه، المهم عشان خاطر ايه الحاجه الجيلاتينه لو ساحت كل اللي انت عملته اتهد وباظ. 8 التدريب وتاخد راي الناس اللي حواليك، لازم تتدرب على الطبق اللي انت هتشترك بيه مره واثنين وثلاثه قبل ما تروح بيه المسابقه. يعني ما تقولش بقى لا انا لازم تنزل التدريب الاول، ما ينفعش كده لعيب ينزل ماتش يكون ما يتدرب هيجي لك شد وانت في المسابقه، انت حر، تمام؟ فما تجيش بقى تلوم غير نفسك، لازم تتدرب على الطبق مره واثنين وثلاثه وتاخد راي الناس اللي عندك، الشيف بتاعك، المدير، مدير الاغذيه والمشروبات، المدير العام، اي حد جنبك يديك، زميلك يديك رايك في الطبق واسمع الراي وصلح. طيب رقم 9 لازم تسمع للتحكيم وتاخد النصيحه بتاعته، يعني المحكم ده هيدي لك كلام لازم تسمعه تقتنع بيه وتحاول ان انت تنفذه في المسابقات اللي بعد كده. دي مش اول ولا اخر مسابقه لو انت عايز تطلع، مفيش حد فينا طلع خد الذهب على طول، كله عدى على البرونز وعدى على السيرتيفيكيت اللي هي الميريت سيرتيفيكيت وعدى على كل الانواع خلاص، واشتغل محلي لغايه ما وصل للدولي، واللي قدامك ده دليل على ده. طيب بعد كده مشاهده اللي هو الفيديوهات بتاعت كل المسابقات، لو في فيديو، لو في اطباق، لو في حد زميلك كان عامل قبل كده معاك صوره ليه، تمام، خش عندي على القناه بتاع اليوتيوب، انا عامل بلاي ليست كامله بتتكلم على الازبك، تصنع الحاجه على البارد ازاي، على السخن ازاي، ايه الفرق بين الترين والباتيه، كل التفاصيل دي موجوده عندي على القناه بتاعت اليوتيوب لو انت عايز تشوف. 11 تحافظ على اللي هي المواعيد بتاعه شغلك، ده مهم جدا. يعني انا لو انت بتشتغل في المطبخ وسبت شغلك الاساسي وقت تشتغل في المسابقه هتترفد، فيوم اهم تترفد ولا تكسب ميداليه، تمام؟ لا انا عايز الاثنين، عايز اكسب ميداليه وفي نفس الوقت احافظ على شغلي. عندك شغلك بيبقى فيه 9 ساعات 10 ساعات اللي هي الاوبريشن، بعد ما تخلص اتدرب واشتغل. لو انت خدت من وقت شغلك الطبيعي عشان المسابقه هتترفد، فانت حر. انا بنصحك من دلوقتي لازم المسابقه يبقى فيها وقت زياده، يعني لازم بتتعب وقت زياده عشان هي المسابقات كده محتاجه ان انت تشتغل عدد ساعات زياده، عشان انت بتعمل اتشيفمنت او بتعمل انجازات لشخصك. انت بتاخد الميداليه باسمك، بتعلقها في رقبتك، انت بتتكرم، انت بتاخد الشهاده انت، وبعد كده بقى الفندق او المطعم اللي انت شغال فيه. فبالتالي انت لازم تتعب شويه، ما تجيش على وقت الشغل بتاعك عشان خاطر ما تبقاش يعني مؤثر في شغلك الاساسي، مهمه. طيب الهيجين، النظافه، ده اكل ازبك، تمام اوكي مفيش مشكله، ده بجيلاتينا، بس افرض خدته ضارب معفن فيه ريحه، الحكام هتاخد الطبق ترميه في الزباله على طول. يعني ما حدش يحط سمك ني، تمام، فريحته طالعه، ولا حته لحمه بايظه يعني، او حته مش عارف حاجه عفنت تروح حاططها في الطبق وتقول انا هحطها في الجيلاتينا كده كده ما حدش ياكلها. لا، الريحه بتاعتها لو طلعت التحكيم شم ريحه هيشيل الطبق هيرميه، انسى، انت هتستبعد اساسا. فتخلي بالك الخامات اللي تستخدمها لازم ما تكونش حاجات ضربه او بايظه او سبولج، لازم تكون حاجات نظيفه اكنك هتاكلها بالظبط. بعد كده 12 الحاجات النيه، اللحمه نيه، السمك ني، الحاجه النيه بتستبعد، ما بتتحكمش. اي رو
ايتم في المسابقه ما تتحكمش. سوي الاكل بتاعك طريقه التسويه بتاعت ان احنا هناكلها. خلاص انا هجيب اللون، حافظ على اللون، على القوام، على مش عارف مين، انسى الكلام ده كله. الكلام ده مش مقبول، مش مقبول. لازم الحاجه تبقى مستويه، ما تطلعش حاجه نيه. التكرار ما تعملش دوبليكيشن، ما تكررش. ما ينفعش تكرر الطبق، هم 3 اطباق، ما ينفعش بقى هنا جزر هنا جزر هنا جزر، بصل بصل بصل، سمك سمك سمك، ما ينفعش. الخامات كتير، التسويات ما تبقاش شبه بعض، هنا جريلد، هنا بان فرايد، هنا ستيو، هنا ستيم، هنا عندك 18 طريقه طهي. لازم تبقى فيه عندك كوكن سكيل مختلفه في كل طبق عن التاني. ما ينفعش تحط نفس الخامات، ما ينفعش تعمل نفس التسويات، هي لازم ما تبقاش مكرر. طيب ايه تاني؟ 15 اللي هو الشيب، الاشكال. ما ينفعش بقى هنا مدور مدور مدور، محشي محشي محشي، مثلث مثلث مثلث، ما ينفعش. اشتغل بتكنيك مختلف، يعني خلي اللي عندك فرايتي في التكنيكال بتاعك، يعني التكنيك بتاعتك تألف فيها وتخترع. عملت دي محشيه، خلاص ما تحطش حاجه محشيه تاني. عملت دي مدوره، ما تحطش مدور تاني. المدور ده هي مره واحده، مثلث مره واحده، مربع مره واحده، الحاجه على شكلها مره واحده. دي استوت جريلد يبقى اللي جنبها مش جريلد، دي استوت برزيه يبقى دي مش برزيه، وهكذا. خلاص؟ طيب بعد كده الطبخ اساس كل شيء. في الاخر خالص المسابقه دي معموله للطباخين، وانتوا طباخين، واللي بيحكمك طباخين، يبقى كله هيرجع لمين؟ هيبقى ريفير للبيزك. فانت اتعامل مع الطبق بتاعك ان ده طبق واقعي. هو الطبق ده لو شلنا منه جيلاتينه اكلناه، فانت هتحط الجيلاتينه عشان بس نحافظ عليه في العرض فقط لا غير. دول كده 16 حاجه سريعه، اتمنى يا رب تكون هتفيدكم في شيء. لو افادتكم قولوا لي شكرا، ونتقابل ان شاء الله في المسابقه. ما فادتكمش يبقى انتوا اللي غلطانين، انا ماليش دعوه بيكم، انتوا حرين بقى. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يوفقكم يا رب جميعا ان شاء الله، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.